السلام عليكم. معكم بوسام الربقاني مستشار جامعة السي الطيبي. الاعتصامات حول الدورة المنعقدة ديال شهر ماي، الدورة العادية ديال شهر ماي 2025، فهي دورة عادية دازت واحد الجو، يعني جو عادي، رغم كاين بعض المرات المشاحنات، ولكن هذا هو الدور ديال المعارضة. فبعض المرات كطرح شي مواضيع ولا شي تساؤلات كتبغي اجوبه، لان الناس بعض المرات كيتسائلوا وما كيلقاوش جواب. فاذا به حنا كنمروا هذه الرسائل عبر دوره عاديه في اطار القانوني ديالها، والامور دازت بايجاب، ورغم الصراعات كتبقى المصلحه ديال المواطن هي كل شيء، وهذا هو اللي مهم من هادشي كامل. دزت من ديك الطريق بكل صراحه. فانا يؤسفني جدا ان نعتبروا دوك الناس مجرد واحد الاحتياط انتخابي. يعني نورمالمون هاد المسالك، يعني المسلك باش اصلاح المسلك ولا شي حاجه، فهو عليه حق مشروع كيفك العزله على الناس، وماشي ضروري انك غتدير ليها مثلا تجهيزات باحدث التجهيزات. راه تما دير حلول، ماشي حلول جذريه، وعلى الاقل بانك تلقى واحد الحلول مؤقته باش تفك العزله. علاش؟ لان هذوك الناس كانوا حنا لقيناهم هنا وعاشوا الناس هنا، ولا كانوا كيعيشوا. فانا بكل صراحه ونجيك للصراحه، ما عمري ما درت حمله انتخابيه في الجبل ولا في جامايكا على اساس ما نبغيش نعطي شي وعود اللي نقدر في الاخر تحاسبني في المستقبل. لان هذيك العقار، حنا عارفين الوعاء العقاري تما، وعارفين بان الدراسه باقا كانت الدراسه، وباقي الناس تما مازال. انا الحاجه وحده اللي كيكذبوا على عباد الله تيقول لهم حيدكم من هنا. شوف هذيك المعطيات ربما ما خرجتش بشكل رسمي، يعني بكل صراحه. انا ما اللي ثبت لك اللي خصها تخرج يعني بوسائل رسميه، في حين ما كاينش رسميات. ما كاين علاش الناس يبقى يروعوا فيهم بهذه الطريقه هذه. فخلي الامور مستقره والامور غادا مزيان، وتنتمنى كاع اللي كانت شي حلول ولا شي حاجه غتكون، وراه حتى واحد ما غادي يضيع. يعني القول ديالك هو ان ما كاين حاليا حتى شي حاجه، لا ترحيل لا هدم لا تعويض. انا هذاك الشيء ما نقدرش نضمن لك شنو نقول لك في هذاك الشيء، لان هذاك الشيء باقي في الدراسه، باقي. لا ما عمرنا حطيناه. لا وافقنا واحد المره، كنا درجت لنا في نقطه ديال انه من اجل الشراء ولا استعاده واحد الوعاء عقاري تقريبا، وقيله لا ما خانتنيش الذاكره، ما بين 44 43 هكتار، من اجل اننا نسوي الوضعيه ديالو القانونيه، ونشريو مع الشركه ونسترجعوه من اجل التجهيزات. الشيء اللي كنا مازال لحد الساعه خاصو الفلوس، خاصو الفلوس، لان خاص الممول، لان شركاء معنا بكل صراحه. وشوف بكل صراحه نقول لك الصراحه، يعني انا عارف لي ما نقدرش نكذب ولا نافق ولا شي حاجه. ف يؤسفني ذلك، لان المشكل قطار ديال التنميه باقي غادي شي شويه بواحد الطريقه. لان للاسف اللي ما كيعجبنيش دابا حاليا هو ان بعض المرات كنبقاو نشوفوا نروجوا على اساس اللي صبغ تروطوار او اللي حيد نفايات ولا شي حاجه، كنروجوا ليه بانه دار انجاز كبير او مشروع كبير. حنا كنتظروا مشاريع عملاقه، وكنتظروا مشاريع تنمويه، لان خصك تبني الانسان هو اول حاجه. راه المشكل المطروح هو حنا ما عندناش فكره ديال اننا ناسسوا جيل ولا نبنيو جيل اللي غينفعنا في المستقبل. باقي كنفكروا غير في السمه والرمله والكياس والطرقان وداك الشيء. جماعه سيدي الطيبي عطاكم شي حصيله سنويه؟ ما عندنا حتى شي حصيله سنويه، مجرد ارقام، يعني كتبقى ارقام. وخير ذلك شي انجازات ولا غير الوعود؟ ولحد الساعه راه السكينه تثبت لك واش كاين انجازات ولا ما كاينش انجازات. انا كمستشار مازال ما شفتش الانجازات، انا بكل صراحه، يعني ما كاينش الانجازات بصراحه. لحد الساعه كاين غير الوعود. ومكتب دراسات كنا قتلونا بمكتب دراسات، كنا بدلوا مكتب دراسات. هاد شحال ديال الدراسات درنا العالم القروي. كنسمعوا منطقه سيدي الطيبي فيها الشبل، وكنسمعوا العالم القروي وتخصص ميزانيه. وان شاء الله نتفائلوا خير، يكون شي مجلس في المستقبل يكون مزيان. وهي بكل صراحه لان المجلس، علاش المشكل الخطير اللي طحنا فيه هنا هذه الولايه، واسوء ولايه هي هذه. انا نعترف لكم بها، حنا كنا اسوء مجلس. علاش؟ لان دخلنا في واحد الصراعات كثيره. راه الشيء كاين الناس اللي تعتبروا المواطن ضحيه هذه السياسات الفاشله. ما نقدرش نقول لك ضحيه، وانما ربما المواطن يقدر الا كانت شي حلول في المستقبل تكون. اما دابا حاليا نتمنوا ان شاء الله تحط شي مشاريع اللي غادي الله يسخر الجميع. يلا دابا اليوم كانت دوره عاديه ديال شهر 5 اللي كتجي في اطار القانون التنظيمي 113 14 الدوره العاديه. برمجنا فيها بعض الاشياء، الا كنلاحظوا كاين شي اشياء ملغومه كتدوز في هذوك دفاتر التحملات ديال لا الكراء ديال الشقه ولا اشياء اخرى او عنايه بالمقابر. حنا حسينا بان كاين شي حاجه كتخدم ملغومه ما واضحاش جدا،
ولاحظنا ان السيد الرئيس كيستعمل لغه التهديد والوعيد في اي واحد بغى يدخل ويعطيه شي فكره. يقدر تكون هذيك الفكره تكون صائبه مصلحه الجماعه، مصلحه التنميه المحليه، ولكن هو كيستعمل لغه الوعيد والتهديد. حنا من الاحسن ما يمكنش لينا كجماعه اللي باقا خاصه بزاف د الاشياء، وباقي التنميه ديالها باقا واقفه، وباقي التعثرات كاينه، واغلبيه القاطنين والساكنين ديالها هم من طبقه متوسطه او فقيره. يعني ما يمكنش نستمروا ان التنميه المحليه ديالها تستمر في التعثر حتى لهذه الدرجه، ونساو ان نجيبوا مشاريع تنمويه اللي كتهم الساكنه ونبداو نفكروا في اشياء اخرى. ربما كتهضر انت على النقطه ديال المقبره، ديال المقابر، اللي قلت له ان حنا قادين، حنا كجماعه قادين نعينوا هما العراضيين بلاص ما نخليوهم ما خدامينش، نعينوهم يحضروا لنا المقبره، حيث نائب الرئيس كان قال بان الى شدينا المقبره حنا كمجلس، حنا سيرنا كمجلس كتولي عيب علينا، خصنا الاساس، خصنا اللي غيرش الماء، خصها. بالنسبه لي انا ما المقبره ما يمكنش تكون عيب. المقبره، تسيير المقابر هي من اولويات المجالس الترابيه، وهو اللي كيشرف على هذا التسيير. قلت لهم انا ما يمكنش حنا ما نخصصوش لها شي ميزانيه، وما يمكنش ما نعطيوش عمال فيما يخص العمال الاراضيين. اللي عندي تساؤل، وربما الرئيس ما عجبوش الحال واستعمل لغه الوعيد والتهديد تجاهي. لا، ما يمكنش حنا نجيو في اي حاجه بغينا نعرضوها، او ماشي نعرضوها في معارضه بناءه، نوليو كنتهدوا بالمحاكم، نوليو كان هذا زعما كلام ما كانش في محله. هذا الكلام انا بالنسبه لي الصحافه هي السلطه الرابعه، والصحافه هي اللي كتبلغ الخبر، والخبر اليقين لا للمواطن لا هاد السلوك ديالو ما كانش خصو يديرو. الحريه لكم الحريه ان تصوروا داك الشيء، والا كان شي حاجه يطالب بلا كان درتو لقمتو نتوما كصحافه ونشرتوا شي خبر او نشرتوا شي فيديو اللي غير قانوني، راه عنده الحق، حق الرد. الكلمه سكينه الجبل والسكينه ديال السي الطيبي، الكلمه ديالها هي اللي غنقدم. هذا يجب ان يحسنوا الاختيار المره المقبله في مرشحهم ومنتخبهم باش يمثلوهم احسن تمثيل. الوعود الكاذبه ما نقدرش نقول لك انا، حيت برامج انتخابيه، هذه البرامج الانتخابيه راه كتكون بعض المرات كتنفذ فيها واخا جوج قليل واخا جوج. الارض ما يمكنش تشرى الى حدود الان، راه ما عندناش منين نجيبوا لها الاعتماد، ولكن ربما مع وزاره الداخليه ربما نقدروا نحلوا المشكل في الايام القريبه. وشكرا. شكرا جزيلا.